لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1004 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان بم بس رزامندي رب العالمين وهي دارم اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلا رب العالمين دفرمي هر أو ذاته كبيغمبركي روانه كردية بهداية وبدين حق وكلاني رابرت باس ما كر بهداية وتبع علم نافع ودين حق ودين الحق بريت العملي صالح لبوتي روان كردية ليظهره على الدين كله تاوكو بسر همو دين كان ظالب ولو كره المشركون أجرتي مشرك كانش بيان خوش بي. والله حديث إذا كإمام أحمد روايات كردية مقدادي كري أسود خويل رازي بدفن بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر وتلسر زبي مالك نامين مدر ولا وبر مدر والله أعلم وبر أو خان أو باورخي وتاني كوا لموي حيوانو بتابتي لموي حشترو ياخد لا بابرين أو خيوتاني كوا لموي حيوانان دروز ذكره مداريش واتا أو خانواني كوا لخشتو لقرو أو بابتان واتا وبس ليردا هيت مالك نامين لشارو وهروها للادي كان إلا أدخله الله كلمة الإسلام إلا كلمي إسلام رب العالمين ديباتنا أو مالا هيت مالك نامين إلا رب العالمين كلمي إسلامتي دباتنا أو مالانا بعز عزيز أو بذل ذليل إتلنا تيزدا بعزيز بوني كسانك كبي مسلمان دبن وبذليل بوني كسانك كوا مسلمان نابن إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها إتر هر مالك أو إسلامتي دتيته إنزا يان أوتا الله تعالى عزيز يان دكا ويكوا دبن بأهل أو إسلامه أو يذلهم فيدينون لها يان زليل رسبان دكا دبين من الكذب لبو إسلام بمرازيبون يان ببخشيني جزيو بملكتبون يان لبو أحكام كان إسلام كوا ظاهر دبي وكو تميم كوا عيني بهماشي أو حديثة جارته لرواياتيش كذا ضلي وقد عرفت ذلك في أهل بيتي ضلي أوام بيني بتساوي خوم لا أهل بيتي خوم لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز أو إلا قوم عشيرتي إيما مسلمان بو خواهي قول سبحانه وتعالى عزيزي كر شرفي بيبخشي خيري بيبخشي ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية وأويكوا لو قومي منج بينيم كوا أو إسلامتي قبول نبو وكافري ما زليل الرسواب جزيدا للباب ضلي كلا تفسير قاسمي نقلي كده معنى الآية ليظهرن دين الإسلام على الأديان كلها معنى آتكا الله تعالى أو دينا زال ذكا بس الهم دين كاينك وهو أن لا يعبد الله إلا به وتا بدين إسلام بنداتي لبو الله تعالى ذكره. وكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال هذا وعد من الله تعالى
بأنه يجعل الإسلام عاليا على جميع الأديان. ووعديشي الله تعالى كواو إسلامتي الظال ذك بسر همودين كانتك أو زهل تواويق سكيدا. وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى تواوتي جيب زيبوني أو آتا لو كاتك وعيسى دي كيقل عليه الصلاة والسلام كيقل علامات قبر كان الرجل قيامته. وكذا قال الضحاك والسدي لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام. ضحاك السدي دلين هيت كسيك نامين إلا دبي بيتنا بداير الإسلام. وقال الشافعي قد أظهر الله دين رسوله صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها. إمام الشافعي رحمة الله عليه خواهی گەورە سبحانه وتعالى دینی ئەو پێغەمبەرەی عليه الصلاة والسلام بەسەر هەموو دینەکان ترزال کرد بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق. أو كسيك هر كسيك جوي لبي لبوي بديار كوتك وحق وما خالفه من الأديان باطل وخلاف أوش هدينيش كهبي باطلة. وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب ودين الأميين. وأرهو أخواي قولة أو إسلامتي ظال كر بسر شرك لا أهل كتاب والشركيش لأمي ونخوين دواركان. فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين. إتر بيغمبر صلى الله عليه وسلم بفضل الله تعالى أمي كان نخوين دواركان أواني كوا مشرك بون خوي قول سبحانه وتعالى ذلك البسريان حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها. يتاوكو ملكتب لبو إسلامتي إتر هندك بخوش خوان هندشان با ملكتي وتا قبول جزيكر. وقتل أهل الكتاب والسبا حتى دان بعضهم للإسلام وأعطى بعضهم الجزية صاغرين. وهروها قتال لقال أهل الكتاب كر هنديش لوانا بديل قرد هنديشيش مسلمان بون وهنديشيش جزية عند برسوائي. إتر قال هذا هو ظهوره على الدين كله. كواتا برأي إمام شافعي رحمة الله أو بكوال زماني في صلى الله عليه وسلم أو زي بو قاسمي كوا نقلي قول كان كردلي ما ذكره الشافعي هو من ظهوره أو كوا إمام شافعي باز ذكا أو بشيك لظهوره لسر كوتنكي كوا زماني في صلى الله عليه وسلم زي بو. والأدق ما تقدم برام دقيق تربلين أو بيشوتر أقوال كان تركوا كوا وعدشي إلهية كوا دبي أو إسلامتي بتواتي سرتا باي سروي زوي بقري من أنه سوف يعتنقه كل فرقة. يتردبي باقي همو خلقك همو فرقة كانوا همو طائفة كان دبي اعتناقي وإسلامي بكانوا مسلمان ببن. ابن القيم دلي ما ذكره الشافعي ابن القيم دلي عفوا لا زاد معاد هذه الآية بشرى وتثبيت لأهل الإسلام راسي وآتا مزجينية وهروها دبيت ما ثبات خراقري أهل الإسلام الداعين له العاملين به. أهل الإسلام بس ويكوا بانجواز لبو إسلام ذكا أو يكار بو إسلامتي ذكا أو مزجينية لبوان أن الله سبحانه قد تكفل لهذا الأمر بالتمام والظهور على جميع الأديان. الله سبحانه وتعالى كفالتي أو يكرديا كفالتي أو يكرك أو دين دبي تواو ببي واتا زيجير ببي ظهر ببسر باقي أديان كائنك. وأنه لا بد أن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه سبحانه. فيسلم مسلمانان بو فريسي قوى متمانيان بو وعد رب العالمين هبيك لا بد أن ينجزه حد شكو قمين تيدانيا أو وعدي الله تعالى زيد بي. ابن تيمية لمنهاج السنة دلي بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى الناس. الله تعالى محمد روانكر عليه الصلاة والسلام بعلم نافع وبعمل صالح لبوه مخلشي. فبالهدى يعرف الحق وهو أو هداية حق دناسري وبدين الحق يقصد الخير ويعمل به. وبدين حق أو كوا خير دناسري ورويتي ذكري زي ذكري. فلا بد من علم بالحق وقصد له
وقدرة عليه كواتا لا بد إنسان علمي بو حقها بي وروي تيبكا ودا صلاته بزيب زيبكا والفتنة تضاد ذلك فتنة عكسي أويا فإنها تمنع معرفة الحق فتنة وكخوا يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة قتال لقل أهلي شرك بكن لقل أهلي كفر تاكو فتنة لصروا يزيو بربانا بي كواتا فتنة عكسي أويا تمنع معرفة الحق فتنة أويا كواكاتك كوا أهل كفر دا صلاة داربا لو حالته تمنع معرفة الحق منعي أويا كوا حق بناسره لما فيها من الشبهات التي تلبس الحق بالباطل كواتا أو فتنة لبرو بخوش الشبهات تدا كواتا يعني حق باطل تيكال يكبكن أو تمنع قصد الحق وهروها فتنة دبي تمانع يقلبوا كوا رول حق بكري وكاري بي بكري لما فيها من الأهواء والشهوات لبروي أوان أو فتنة أهواء أو شهوات تدا أو تمنع القدرة على الخير لما فيها من ظهور قوة الشر يعني تهر أصلا أو توانا بخلشنادا كوا كاري خير أو حقا زي بزيب كان كخواي ونالتي لبر أوي شر لو حالتي قوة دا صلاتي هي بل دوابي رب العالمين أزاد فرمي يا أيها الذين آمنوا أيكوا مالي بروادالان إن كثيرا من الأحبار والرهبان بيقومان زورق لأحبار ورهبان كان جولك وديانان ليأكلون أموال الناس بالباطل مالي خلشي بنا حق دخون ويصدون عن سبيل الله ودبنا الريقر لرقاي الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة وأهلها أوانيك زيرو زي كنز دكن وتكوي دكن ولا ينفقونها في سبيل الله وهروها ناي بخشن لبناء الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم مجدان بيبدا بعذاب يشي بإيش وآزار إمام رازي لما وصف الله تعالى رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر كاتك الله تعالى كان بيشوتر وصفي سركر ذكان زولك وديانا نكر ويكوا التكبر هي خوب قورزانا وادعاء الربوبية والترفع على الخلق هاتك واباسي أنكر أوان ادعاء أو ذا كان كواهر أوان ربنو بيستجورا لي بكرين وهروها ادعاء أو ذا كان خويان بقور ترزان لخلشي وصفهم في هذه الآية بالطمع والحرص على أخذ أموال الناس لو آتش رب العالمين وصفيان ذا كوانا حرصيان هي وتساويان لمال خلشي بخون بنا حق تنبيها على أن المقصود من إظهار تلك الربوبية والتجبر والفخر أخذ أموال الناس بالباطل كواتا وكو آقادار كرنوي كوا ما بستيان لو خوب قورزاني وخوب خوادانانا والعياذ بالله أو كوا مالي خلشي بخون بنا حق إنزا وكل تفسير كان كاتك وباز لو آتذكره يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل أي بالطرق المنكر كواتا زورق لأحبار الرهبان كان مالي خلشي دخون بباطل واتا بريقاي خراب وكو من الرشا في الأحكام وكرشفة وردقن لحكم دانا كانيان والتخفيف والمسامحة في الشرائع وغير ذلك رشفة وردقن تاوكو حكم كان بقورن تاوكو عقوبة كان سوق بكن تاوكو تاوبوشي لتطبيق كن الشريعة بكن لا يأكلون والأكل مجاز عن الأخذ كواتا لذا كذا فرمي لا يأكلون دخون تيارا واللفظ شي مجازي واتا وري دقرن أو بارو مالي خلشي لأنه الغرض الأعظم منه لبروي براستي كسك وحرام وردقري ما بستي سرتشيلا ورقتني باري حرام لبو خواردني تي لو يخوي يقول يكسن بس لخواردن دكا هل كردو أرخوش ما دي أو كابرا باري حرام دخوا باري حرام خو ناخوري خودي باركا وامشتي بيذكروا دي خوا وفيه من التقبيح لحالهم وتنفير السامعين عنه ما لا يخفى كواتا بوشي وازك أخوة يقول رصفيان دكا لبوي كوا فعلا حالته كان زهر بقبيح نشان بدري وأو كوا جوي لحاليان دبيتن براستي يهندي كوا ليان دور كوتوا لبر أو قباحة قوراني كأوان ديكن
دیارە ئەو ئاەتە زۆرش تێدایەکەوە تێدا باسی بکەین لە ئەقوال مفسرین، بەڵام لەبەرتەوابوونی کات دەوەستین بە پشتیوانی رب العالمین لەوانی داهاتوو دێنەوە خزمەتی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.